ودموع العين منثورة، أني زينب المسبية والمأسورة، وإذا ما تعرفيني والله معذورة، المصايب شيبت راسي يا أم البني. قالت ما أصدق يا العقيلة انتي، لونش من خطف وشلون يا بنتي، وشبابش وين محنية ظهر صرتي، واشوفش جنها منش من عمي العين، ويلي نادتها الضرب سود لي يمتوني وهويلا، وأثار نار الخيم غير ترى لوني، ومن كثر البواج ذبلت عيوني، وحفر لي الدمع في وجنتي نهري. طلعت من المدينة في حمى الأبطال، وعزيزة هناك كنتي وجيتي بيا حال بيا حال، على هدوم شغبار وأثر جرح بال وويله، على هدوم شغبار وأثر جرح بال، وعلى راسه عصابة وتصفج بليدن. يلا صرخة أنا وانتهى، والليلة جمعة وقلبك عندي الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله تصرخ الصرخة في القريب العاجل عند أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. شدت العصابة يمه على الراس، من شافت عيوني مصرع العباس، العباس وخليصي شفته بخيول العدا، وحسينه ينداس، وعلى هدومي يغبار ولا تسألمني، على هدومي يغبار وتدري يا حرة، بركوبي التل طحت عالقاع، ويلي بالغبرايا، ومن الناقة طحت عالقاع كم مرة، وأثر جر الحبيل في حلقي والزندين. ويلي يا يما ولو أفصل لش بعد أكثر، المصايب خلت وجهي يتغير، يحق لش ما عرفتي أنا بتحذر، المرجو لله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام السجاد صلوات الله عليه: وكيف لا أجزع وأهلع. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد.
المتكلم هو زين العابدين وسيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه. المتكلم هو الذي كان يصلي في اليوم والليل 1000 ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المتكلم هو الذي كان إذا صلى صلاة مودع يرى أنه لا يصلي بعدها أبدا. المتكلم هو الذي كان إذا وقف للصلاة لا يتحرك منه إلا ما تحركه الريح وإلا فهو كالخشبة اليابسة. المتكلم هو الإرادة التي لا تتخلف عن إرادة الحق جل وعلا. وكيف لا أجزع وأهلع. قف معي وقفة المتأمل على هذا النص الصادر عنها الإرادة التي لا تتخلف عن إرادة الحق جل وعلا بعد ذكر محمد وآله. وكيف لا أجزع وأهلع. كلام زيد وكلام عمرو لا قيمة له. التفت في مقابل الكلمات الصادرة عن مصادر التشريع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إيش معنى الجزع؟ الجزع هو نقيض الصبر، يعني الجزع في كفة والصبر في كفة أخرى. الإمام سلام الله عليه لم يقل وكيف لا أجزع فقط، وإنما قال وأهلع. إيش معنى الهلع؟ الهلع هو أشد حالات الجزع. الله أكبر. يعني أن الإمام سلام الله عليه قد ترك صبره وراء ظهره وأوصل نفسه إلى أعلى رتبة لا صبر سوى قتل النفس معتبرا ذلك هو اللائق. التفت لأجل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن الجزع على الحسين، بعد الصرخ على الحسين. عندما توفق للحضور في هذه الأماكن الشريفة، نعم، وتصرخ وحسينا وإمامه. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. الجزع على الحسين، الصرخة على الحسين، بعد الدمع على الحسين. لا كلام لنا من ناحية الصدور، فهذه القضية من القضايا المتواترة، ونتيجة القضية المتواترة كما يذكر الفقهاء القطع والعلم واليقين. إذن لا كلام لنا من هذه الجهة. ولكن عندما نقف على الروايات الشريفة تستوقفنا جملة من الروايات، منها هذه الرواية عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لكل شيء ثواب إلا الدمعة فيه. عندما نقف وقفة المتأمل على هذه الرواية نلاحظ أن الإمام سلام الله عليه قد استخدم أسلوب مثير من أجل بيان أهمية هذه القضية. أوضح لك الفكرة بعد ذكر محمد وآله. يستخدم الأئمة الأطهار سلام الله عليهم أجمعين أسلوبين من أجل بيان أهمية بعض الحقائق. أسلوب المنبه الكمي وأسلوب المنبه الكيفي. لا تستوحش، الآن أوضح لك الفكرة. إيش معنى أسلوب المنبه الكيفي؟ يعني أن الإمام سلام الله عليه يستخدم أسلوب مثير من أجل بيان أهمية تلك القضية. في الرواية حتى تتضح
هذه الفكرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي فاغتسل في كل جمعة ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه. هذا أسلوب مثير لو لا؟ نعم. إيش معنى هالرواية؟ معنى هالرواية لو كان عند الإنسان مال لا يكفي إلا لأحد أمرين: مال ليشتري به ماء ليغتسل به غسل الجمعة، والآخر لشراء قوت يومه. المقدم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاغتسل في كل جمعة ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه. كذلك عندما نقف على هالرواية نلاحظ بأن الإمام سلام الله عليه استخدم هالأسلوب من أجل بيان أهمية هذه القضية: الدمع على الحسين. لكل شيء ثواب إلا الدمعة فينا، إشارة إلى عدم محدودية الثواب. لما أنت تبكي على الحسين، لما تبكي على ما جرى على محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكل شيء ثواب إلا الدمعة فينا. هذه رواية أخرى: دعبل رضوان الله تعالى عليه قرأ أبياتا في ندب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بمحضر الضامن أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فلما وصل إلى رزية الرزايا أنشد قائلا: أفاطم لو خلت الحسين وقتلن وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد. فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي. قبل أن أقف على هالرواية أوضح لك هالنكتة. إيش معنى السنة؟ السنة يعني فعل المعصوم، قول المعصوم، تقرير المعصوم. تقرير إيش معنى؟ هذا بحث في محله، ولكن على نحو الإشارة. عندما يأتي شخص نعم بمحضر الإمام سلام الله عليه ويتوضأ، يفرغ من وضوئه، يسكت الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يدل ذلك على شنو؟ على إمضاء هذا الفعل، يعني الوضوء في المثال، على صحة هذا الفعل يعني الوضوء في المثال. وإلا لو كان أكو خلل في وضوء الطرف المقابل لنبه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هنا عندما نقف على هذه الرواية نلاحظ أن الإمام سلام الله عليه قال: إذا للطمت الخد. فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. التفت الإمام سلام الله عليه لم يقرر ما فرضه دعبل بالنسبة إلى ما ينبغي أن يصدر من الصديقة الزهراء سلام الله عليها فحسب، وإنما الإمام سلام الله عليه بكى بكاء شديدا وأمر بإكرامه بمال وجبة خز. فمن بكاء الإمام هذا فعل لو لا؟ نعم، فعل صادر عن إرادة لا تتخلف عن إرادة الحق جل وعلا. فمن بكاء الإمام وإكرام الإمام وتقرير الإمام اتضح يعلم أن هذا الفعل، شنو هالفعل؟ لطم الخد. إذا للطمت الخد. يعلم أن هذا الفعل يصح أن ينسب إلى سيدة النسوان فاطمة، وأنها لو كانت لفعلت، ولا يعقل أن يذكر شيئا لا يليق بها والإمام سلام الله عليه يسمع دون أن يوبخ ويزجر. إذا للطمت الخد. فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي.
إذن الجزع على الحسين، الصرخة على الحسين، الدمع على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. افقه قيمة هالدمع على سيد الشهداء. هالدمعة نعم وسيلة من وسائل هالعلقة وهالارتباط بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. تقول الرواية، رواية طويلة جاء في ذيلها: ذلك الملك إنما نال تلك الرتبة تلك الدرجة نعم على أساس هالعلقة، على أساس هالمحبة، على أساس هالارتباط، ولم يكن فيهم أشد حبا لمحمد وآل محمد منه. تقول الرواية على أساس هالعلقة وهالارتباط فاختاره الله من بينهم، فاختاره الله من بينهم. وحتى تفقه معنى هالعلقة وهالذوبان وهالفناء وهالعشق، قف على هالشخصية العظيمة اللي صارت باب من أبواب الحوائج إلى الله، أم البنين صلوات الله وسلامه عليه. إنما وصلت إلى تلك الرتبة العالية، إلى تلك الدرجة العظيمة، علماء فقهاء أولياء عظماء يتوسلون بها صلوات الله وسلامه عليه. إنما وصلت إلى تلك الرتبة، إلى تلك الدرجة ببركة هالعلقة، هالارتباط، هالفناء نعم في سيد الشهداء وفي محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إلى هذا المستوى تقول لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا الحسن لي إليك حاجة، ماذا تريدين؟ قالت: لا تسمني فاطمة. الله أكبر، اسم فاطمة وما أدراك، اسم فاطمة اسم عظيم. أبا حللوا لنا القضية. قالوا: لعلها خافت إذا يصيح في الدار فاطمة أكو وحدة في الدار تخلي راسها بين ركبتيها، يا يما صرنا من عقب عينش يتامى، ماذا أسميك؟ قالت: سمني أم البنين. أم البنين، أم البنين، أم رايحة أم البنين ورادة أم البنين. يوم من الأيام نسمعها تصيح: لا تدعوني وك أم البنين تذكريني بليوث الحرين، كانت بنونا لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بنين. ومتى هالحكي صار؟ لما وصل ضعن الحسين سلام الله عليه إلى المدينة. أقبلت زينب، نزلت من على ظهر ناقتها، أقبلت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، أمسكت بعضادتي باب المسجد، صاحت: يا جدا إني ناعية إليك أخي الحسين. الليلة جمعة وقلبك عند الحسين، وهدي أم البنين وهي باب من أبواب الحوائج إلى الله. يا جدا إني ناعية إليك أخي الحسين، يا رسول الله لقد ذبح فرخك وفتاك وحسينا. دارت عاد عينها زينب تحكي مع من؟ اسمع الشاعر شنو يقول: يا يما وصلناكم ولجيت تعزوني يا يما من القبر
قومي وشوفي حالة امتوني يا يما حسبي جروحي ترى بالصياد ضربوني. عظم الله أجوركم. يلا إخواني محلها الصرخة وأنت تتوسل بأم البنين. تقول الرواية أقبل بشر دخل إلى المدينة ناعيا الحسين رافعا صوته بالبكاء والنحيب مناديا يا أهل يثرب لا مقام لكم بآ قتل الحسين وحسين فأدمعي مدراره الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. خرجت امرأة تتوكأ على عصا وعلى كتفها طفل صغير وهي تقول يا بشر من تنعى؟ قال يا عجب الله أقول قتل الحسين وتقول من تنعى؟ دير بالك على يا بشر هذه أم البنين. فأخذ 4 شبان أخذ يقدم لها العزاء. عظم الله لك الأجر بعبد الله بجعفر بعثمان. قالت ما سألتك عن أولادي أخبرني الحسين سالم. قال عظم الله لك الأجر بقمر بني هاشم هام مخسوف كفان قطيعان مال الطفل من على منكبها سقط على الأرض. قالت يا بشر قطعتني يا قلبي أخبرني الحسين سالم. يلا إخواني محل الصرخة إن شاء الله تصرخ الصرخة في القريب العاجل عند أبي عبد الله الحسين. قال يا أم البنين خذي حجرا من الأرض واضربي به على رأسك فلقد قتل الحسين. مأجور راح أبو علي أجل وين زينب؟ دلوني على زينب. أقبلت إلى دار الحسين طرقت الباب عاد زينب قايلة للجارية لا تطب علينا إلا من فقدت عزيزا بكربلاء. عاد أقبلت الجارية وإذا الطالع وإذا بامرأة تتوكأ على عصا. أمة الله ترى قايلة مولاتي زينب إذا ما عندي الشهيد بكربلاء لا تطبي عليها. قالت لا قولي لزينب على الباب شريكتكم بالمصاب. صاحت الصوت يا فقد الأحباب شموح الشيادور الأطياب. المأجور هناك كل الصحة ورا الباب أنا معباس جيت أشلاتي فترين. صاحت يا الفواطم فكن الباب اجتكن شريكتكن بالمصاب. عاد يقول الشاعر تصورها طبت أم البنين مرت على الفاقدات على ليلى على رملة على الرباب. يقول مرت على امرأة صعب الموقف يا شيع يا موالي. مرت على امرأة قد احدودب ظهرها وشاب شعرها. يلا صرخوا وانها انا وياك. اوان تعدت معباس يا زينب ترى تسأل النسوان يا هي هالمرأة يعني زينب
هالكثر متغيرة مأجور. أعد ريش يا يما ما عرفتيني عقب عباس واخوانا نعمت عيني. يما زينب سولفي عن كربلاء. قالت ظلنا على التربان وجاسم ذابحينه ومن فوق المار طاح الأكبر شاتلينا واما البطل عباس مخه مطشرين وعباس. ولا تسأليني ولا تنشديني عن حسين وحسينا ما تعساني ولا شفت الحسين مطروح بحر الشمس مرمي ونينا يشعب الروح لكها قطرة مية يريد ومن القلب مجروح. وحسينا أنا منين أجيب الماي ونطل وجه لاوي أويلي الشاعر يقول أم البنين تسأل وزينب ما عد أقدر تجاوب. يوم سؤال تفضل يوم يقولون ربوا جثة المظلوم وحسين يقولون رضوا جثة المذبوح وهي مقطعة والنار شبت في خيامكم والحريم مروعة ومن على راسش خدا وويله. زينب ما قدرت تجاوب قالت يا يما اكو هم سؤال يلا صرخها انا وانت. وجاني الخبر يندهل من العقيل يقولون رحتوا سبايا مسلبات على العزل إلك ودخلوكم مجلس الطاغي وجروه بحبيل. يقول زينب ساكتة ما عندها قدرة تجاوب. قالت لا يما إذا ما عندش قدرة تجاوبيني أريد يتيمة من أيتام الحسين. من تريد يا يما ظليت يحتاج ارفع صوتي بعد لو عليك اسمع. ظليت تنادي والمدمع على الوجن دروف جيبي لي رقية أرد أناشد أو أشوف. قالت يا يما رقية اجتلاء وبديرة غروب مرمراء وكل ما بكت بالصوت اضربوا. ما زالت محترقة القلب على الحسين إلى أن دنا أجلها. عاد الأم في وقت الوفاة تدور أولادها تريد توصيهم لولا اسمع الشاعر شنو يقول. اطرحيني صعب هالبيت اعطى حقه. قوم اطرحيني يا سكانه فوق الرمال سامحني وحط
حط على صدري يا بنت المصطفى انعال وحسينه انعال. حصل ابو شضلال لو ما حصل ظلال، حصل كفن لو اندفن من غير تكفين. لا يحصل بايدي يا بنت مصلي الليل، خليت جسمي يا حزين الدوسه الخال دنا من هالأجال. يلا وانت تتوسل بأم البنين دنا من الأجال. مدت يدي ورجلي غمضت عينيها غمضت عينيها صح ونادي وسيدته. مدت يدي ورجلي غمضت عيني رشح جبين فاضت روحها المقدسة. أين الصارخون وسيدتا أويلي أويلي قضيت إذا غفل التفتها قضيت ومن البكى ما حد منعها ولا واحد على الحائط دفعها أولا على الكسرى ضلعها رفع ايده وعلى الوجنة صفعه. رفع ايده وعلى الوجنة صفعها يا صفعها. شنو اللي جرى؟ شنو اللي حصل؟ تدري شنو اللي جرى؟ أعطيك إشارة حتى لا أحرمك من هالحرقة ومن هالدمع على ما جرى على قلب الزهراء. تقول الرواية بأن الإمام المجتبى لما حمل نعش أمه وإذا جالس في المغتسل يبكي التفت إليه أمير المؤمنين: بني مما بكاؤك؟ قال: لأمر رأيته من أمي فاطمة. بني قل لي ما رأيت؟ قال: أبا لما أخذوك ملببا. اسمع شنو اللي جرى. وخرجت أمي خلفك التفت القوم إلي يقول أنا كنت واقف عند باب الدار أنظر يا زهراء. التفت القوم إلي التفت اللعين إلى فلان قال له ارجع يا زهراء يا رجع اللعين إلى أمي فاطمة وقد سل صوته وأخذ يضرب أمي فاطمة حتى سقطت على الأرض. مرحومة الصرخ مأجور. لما ذهب اللعين التفتت إلي نظرت إلي جاءتني أخذت بعضدي انحنت قالت: بني 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 لا تخبر أباك بذلك. مر على عبده وضربني ومن ضربته للقى عذبني ولا انكسر قلبه ولا رحمني. انت اللي تجبرني انت اللي تجبرني. الله لا يحرمك من هالتوفيق. هالدمعة على ما جرى على قلب المصطفى الصديقة الزهراء صلوات الله عليها. انت من تبكي على الزهراء حط بالك على هالتوفيق العظيم والتفت إلى أنه هالتوفيق من وين جاي. حط بالك على والدتك على والدك، ترى دول أساس هالتوفيق. شاعر يقول: اجي الطب إلى البيت الطالع عندك والدتك جالسة تبكي ومحترق قلبها. يبا ليش تبكي؟
إذا الله اختارها قدم إليها التحفة. إذا صار العصر أمي بجفنها تبين العبرة، أعطى حقه البيت. إذا صار العصر أمي بجفنها تبين العبرة، أقلها شبيش وتقل لي يا يما عصرة والزهر. أريد تعلم مأجور، أريد تعلم ولادك على فاطم يدق صدره، ضلعها المنكسر بالباب أبد ما ينجبر كسره. على الزهراء، على الزهراء. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخيه وتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، وبزينب وبأبي وفقنا ما بقينا لزيارة أبي عبد الله الحسين ولزيارة محمد وآله. عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والذابين عنه، وارزقنا اللهم دعاءه ورأفته ورحمته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الفاتحة إلى أرواح العلماء مع رحمة المؤسسين والمستمعين مات الدعاء. الفاتحة إلى أرواح العلماء مع رحمة المؤسسين والمستمعين مات الإيمان. الفاتحة قبلها صلوات.